دمج عواصم مصر القديمة في مدينة مصر. ده كان خبر زمان سنة 969 لما قرر جوهر الصقلي إن هو يضم عواصم مصر القديمة كلها في مدينة واحدة ويسميها مدينة مصر. مدينة مصر هي دلوقتي اللي بنقول عليها مصر القديمة، ودي بتضم 3 مدن قديمة كلهم كانوا عواصم لمصر في عصور متفرقة. أول مدينة هي الفسطاط. الفسطاط اتبنت على إيد عمرو بن العاص لما فتح مصر ودخل هزم الرومان في حصن بابليون. أثناء حصاره لحصن بابليون في فتح مصر نصب خيمة كبيرة جنب حصن بابليون، والخيمة كان بيطلق عليها الفسطاط. الفسطاط باللغة العربية معناها الخيمة الكبيرة، ودي كانت مقر القيادة العسكرية لعمرو بن العاص أثناء حصاره لحصن بابليون. عشان كده أول ما هزم الرومان واستولى على مصر سمى أول عاصمة إسلامية لمصر باسم الفسطاط. ابتدت العاصمة تكبر واحدة واحدة لحد نهاية الخلافة الأموية على يد العباسيين لما هزموا الأمويين في معركة الذات، وهرب آخر خليفة أموي من الشام للقاهرة اللي بنسميه مروان الثاني أو مروان الحمار، عشان يحاول يجمع جيش يرجع تاني يهزم بيه العباسيين اللي طردوه من الشام والعراق والجزيرة العربية. اللي حصل إن مروان الثاني وهو بيحاول يجمع جيش في مصر حصروه الجيش العباسي في منطقة في شمال الفسطاط وعملوا فيها معسكر للجيش العباسي. بعد استيلاء العباسيين على مصر قرروا إن هم هيوسعوا العاصمة القديمة اللي هي كانت الفسطاط ويعملوا عاصمة جديدة شمال مدينة الفسطاط في نفس المكان اللي كان فيه المعسكر اللي كانوا محاصرين فيه الأمويين، وسموا العاصمة الجديدة العسكر. اللي بنى مدينة العسكر هو قائد عباسي اسمه أبو الصالح عون، وقام بتأسيس مدينة العسكر، عمل فيها بيت للإمارة وجامع كبير يجمع الناس على غرار جامع عمرو بن العاص اللي موجود في الفسطاط. حدود مدينة العسكر في الوقت ده لو احنا هنشوفها على الخريطة دلوقتي هتبقى من سور مجرى العيون لحد شارع مراسينا في السيدة، ومن عند شارع السد لجامع السيدة زينب اللي موجود دلوقتي في ميدان السيدة زينب. فضلت مدينة العسكر تتوسع لمدة 100 سنة لحد ما جه قائد تركي اسمه أحمد بن طولون عشان يمسك ولاية مصر بعد تدهور الأحوال في مصر. الحقيقة إن أحمد بن طولون أول ما جه مصر قرر إن هو هيخلي مصر تنافس دولة الخلافة، فقرر إن هو هيبني عاصمة جديدة ليه على غرار العاصمة بتاعة الخلافة العباسية في العراق اللي هي مدينة سر منراء أو المعروفة دلوقتي بسامراء. كان متأثر جدا بالعمارة في مدينة سامراء وقرر فعلا إن هو هيبني مدينة على غرار سامراء على حدود العسكر والفسطاط اللي موجودين دلوقتي. سنة 870 أحمد بن طولون بيؤمر مهندسيه إن هم يبنوا مدينة القطائع، العاصمة الجديدة للدولة الطولونية الموالية للخلافة العباسية. جمع أحمد بن طولون مهندسيه وقال لهم إن هو عايز يعمل مدينة على شكل قطعة لكل فئة من فئات الشعب، فعمل قطع للعمال، قطع للمهنيين، قطع للجند، وقطع للمهندسين، وقطع للتجار، وسماها القطائع. وأمر إن هو يبني فيها مسجد يكون أكبر مسجد في الخلافة العباسية. الحقيقة إن التحفة المعمارية اللي عملها أحمد بن طولون في الوقت ده لسه موجودة لحد دلوقتي وبتتمثل في مسجد أحمد بن طولون اللي موجود في السيدة زينب دلوقتي. أمر أحمد بن طولون مهندسيه إن هم يعملوا له جامع كبير ما يتأثرش بأي عوامل من عوامل الزمن، يعني لو القاهرة اتحرقت أو غرقت المسجد يفضل موجود من غير ما يتأثر. وفعلا ده اللي حصل، إن المسجد لحد دلوقتي لسه عايش ب90% تقريبا من البناء اللي بناه أحمد بن طولون من سنة 870. حقيقة في جانب سيء شوية في قصة أحمد بن طولون دي. الأحوال الاقتصادية في مصر في زمن أحمد بن طولون كانت ميسورة جدا، وده كان بسبب حاجة احنا دلوقتي هنقول عليها نهب وسرقة. للأسف اللي كان بيحصل إن أحمد بن طولون كان اكتشف كميات كبيرة جدا من الآثار الفرعونية الذهبية والمقابر اللي فيها مشغولات ذهبية فرعونية، وقام بتسييحها وباعها كسبايك ذهب، وأنعش اقتصاد الخزانة المصرية في الوقت ده. في الوقت ده مصر أصبحت أغنى ولاية
في الدولة العباسية بفضل الآثار الذهبية المسروقة من المقابر الفرعونية اللي قام بتسييحها. كمان عمل حاجة وحشة جدا، إن هو استخدم الجرانيت اللي بيكسو الأهرامات في بناء مدينة القطائع وبناء المسجد بتاعه. فضلت المدينة تتوسع وتكبر لحد ما لضمت في الفسطاط وفي العسكر، وجه جوهر الصقلي سنة 969 لما قرر إن هو هيبني مدينة القاهرة العاصمة الجديدة للفاطميين، إن هو يدمج الثلاث عواصم القديمة في بعض ويسميهم مدينة مصر اللي احنا بنعرفها دلوقتي باسم حي مصر القديمة.